السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال. أروح أجيب الطحينة لقاها غليت، قلت ليه طب ما نعملها في البيت ونوفر. طبق الفول في السحور ما بيحلاش إلا بشوية الطحين تكون عليه. لقيتها غالية يا جماعة، فجبت سمسم وجبت مكون هقوله لكم في الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، وكل سنة وانتم طيبين. قبل ما انسى مفضلش كتير على رمضان. جبت يا جماعة هنا ب5 جنيه فول سوداني مش متحمر، وب5 جنيه سمسم. والله يا جماعة كنت الأول بجيب ب5 جنيه، ده ما شاء الله بيبقى كمية. دلوقتي شايفين عاملين حبة صغيرين خالص. يعتبر كوباية الا ربع سمسم على كوباية الا ربع من الفول السوداني، وارفعهم على النار هادية، تكون هادية خالص علشان السمسم ما يتلسعش منك ويبقى ممرر في قلب الطحينة. وايدك طبعا تكون فيه، يعني ما تسيبوش وتروحي تعملي حاجة. قلبي كده شوية بشوية وهتلاقيه هو خد لون معاكي. وكمان هنا المكون بتاعنا النهاردة هنحط كوباية دقيق. شايفين هتديها طعم، هتوديها في حتة تانية. شايفين بوريكم النار اللي هي هادية خالص. هحمص الدقيق مع الفول السوداني مع السمسم على نار هادية بقى خالص، وخليكي كده لحد ما تشمي ريحتهم. هيطلعوا ريحة حلوة جدا والله. اهو بالشكل ده. انا ليه ما حطيتش الدقيق في الاول مع السمسم والفول السوداني؟ علشان انا عايزه الفول السوداني والسمسم يطلعوا الرطوبه اللي فيه وياخدوا لون مصفر شويه، علشان هما هيكملوا تحمير مع الدقيق. وهتلاقي الدقيق كده كل ما بيحمر معاكي يعني كل ما بيطلع الرطوبه اللي فيه بيديكي لون مصفر كده شويه. ده اللون اللي مطلوب. ايدك بس تكون فيه اهو، عماله اقلب بقى من فوق لتحت كده. وخلاص هنا معايا الدقيق اتحمص، هو لونه مصفر بس مش عارفه ظهر في الكاميرا ليه كده. جبت المطحنه بتاعه الخلاط وهحط شويه بشويه. كنا الاول بنعمل الطحينه نحط عليها الفول السوداني والسمسم. الفول والسمسم بيطلعوا الزيت بتاعهم ويبقوا معجنين. النهارده بقى هوريهولك لما نيجي نطحن الطحينه هتبقى عامله ازاي. جبت بقى الخلاط، انا بحط شويه بشويه علشان ينعموا معايا كويس. شغلت بقى عليهم الخلاط كده. شايفين ما شاء الله بتنعم معاكي بسرعه اهو بالشكل ده. بنعمها خالص. خلاص كده بعد ما اتضربوا هوريهم لك دلوقتي. شايفين عاملين ازاي؟ مش معجنين زي ما كنا بنعمل الطحينه الاول. شويه الدقيق يا جماعه بتوديها في حته تانية. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله يعني، ولا ريحتها جباره. اهي شايفين لونها عامل ازاي، ولونها فاتح لان احنا ما حرقناش، اللي ما اتحرقش معانا السمسم ولا الفول السوداني ولا كوبايه الدقيق. هنا كنت فاكره الكاميرا بتصور فما صورتش، ما كانتش جايه يعني على الطبق اللي انا بحط فيه. بفضي شويه بشويه، وكمان برجع احط تاني في قلب المطحنه. ما تحطش الكميه كلها علشان ينعم معاكي وما يبقاش معاكي كده السمسم في حبات سمسم كده لسه ما اتطحنتش. يعني كميه قليله علشان تطحن كويس. اهو ده اخر شويه معايا. شايفين بتطحن معايا بسرعه وهتبقى ناعمه ان شاء الله، وهوريها لك دلوقتي. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو حط اللايك واشتركي في القناه عشان تكبري عيلتنا. بطحنها كده كويس جدا. خلاص كده فضيت هنا بقى اللي هفضي اخر كمية معايا ان احنا طحناها. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي ناعمة ولونها فاتح كمان ما شاء الله يعني.
وريحتها والله يا جماعة جميلة جدا. نركنها على جنب. شايفين حتى المطحنة بتاعت الخلاط ما شاء الله نظيفة، ما فيهاش اي حاجة، ما فيش غير اللي في الجناب ده، فانا نزلته بالمعلقة. دلوقتي بقى هنجيب هنا بوريكم ان هي ناعمة ازاي. شايفين ما شاء الله ما فيهاش حبات سمسم ما اتفرمتش. هنجيب بقى شفشق الخلاط بتاعنا، وهنزل فيه الكمية كلها اهو. نزلت فيه الكمية كلها. ودلوقتي بقى ايه، هجيب الزيت علشان نحط، مش هنحط سرسوب سرسوب زي ما كنا بنعمل، احنا هنحط كمية ونضربهم مع بعض. هبدأ بحوالي ربع كوباية زيت، ولو احتاجت او انا عايزة اخليها تقيلة اكتر هنزل لها شوية الزيت اهو. حطيت حوالي ربع كوباية زيت. دلوقتي بقى اشغل الخلاط. مش عارفة الخلاط ماله سكت اهو. شايفين ما شاء الله ضربت معايا بسرعة وناعمة ما شاء الله يعني. هنا بقى هضربها شوية حلوين، وبعد كده هجيب بطرمان ازاز غسلان مية سخنة ومش مسحاب اي حاجة، سيبته يصفي المية. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الطحينة عاملة ازاي؟ والله يا جماعة عاملة زي الطحينة بتاعت الاكياس اللي احنا بنشتريها دي. ما شاء الله ب5 جنيه سمسم و5 جنيه فول سوداني عمل لك الكمية دي حوالي نص كيلو من الطحينة. يا بلاش. وفري الست الشاطرة اللي تعرف تملى بيتها خير في عز الغلا اللي احنا فيه ده. بحبكم في الله، يا رب تكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك، ومع السلامة.